كنتش متخيل انك تسيبيني يا فريده. ده الترند المنتشر حاليا. فحبينا في استوديو القصر ان احنا نستضيف صاحبه الترند والحبنا كمان الجميل ان هي طلعت ممثله، فدي حاجه جميله جدا. حابين نرحب برميساء فريد، اهلا وسهلا بيكي، منورانا في برنامج استوديو القصر، وفرحانين جدا ان انت طلعتي حاجه صغنططه خالص كده وهزيتي مصر. عملت الوباء يعني مش وباء، لا اطلاقا، كانت جمله جميله جدا. معظم الفنانين والناس في الوطن العربي كمان كلها بقى يقولوا الموضوع والترند عايش. احكي لنا بقى في اختصار بسرعه، عشان انت طبعا اتكلمتي في الحوار ده كتير جدا، ايه الترند؟ كنت طالعه في الفرح، نعيد تاني نعيد كنت طالعه في الفرح. اصلا الفيديو ده متصور من قبلها بشهر، يعني قبلها بشهر. انا اعذرني، انا هتلاقيني بشكل وانا بتكلم. اعملي اللي انت عايزاه، انت شبه زوبه. مش في زوبه اللي بتطلع؟ ايوه شبه بالظبط. اول ما شفتك في البلاتو قلت عليكي كده. طالعه من الفرح؟ كنت طالعه من الفرح. كان فرح صاحبتي وكده، فاحنا ماشيين عادي بنضحك نهزر في الشارع. فصورنا عادي واحنا ماشيين، ما كناش لاقيين مشاريع. مشاريع دي اللي هي ميكروباصات صح كده؟ يس. ما كناش لاقيين بقى ميكروباصات اسكندرانيه تقريبا. ايوه احلى سلام لاسكندريه. ركبت الميكروباص. بعد قبل ما كناش لاقيين خالص، فوقفنا بقى في الشارع قعدنا نضحك ونهزر لغايه ما صورت الفيديو ده قبلها بشهر. مره واحده لقيتني الساعه 3 الفجر ولا 12، قمت منزلاه، كان جايب لسه 3 لايكات. 3 لايكات بعد نمت صحيت لقيته جايب 100,000 لايك. سبحان الله. اوكي بس انت الاكونت بتاعك اصلا ما كانش فيموس يعني؟ كان فيه 30,000. 30,000 اوكي. الطبيعي يعني بتاع اي حد بيبدا. اوكي بس انت كنت حاطه في دماغك ان انت تعملي فيديوهات، ولا بعد الموضوع ده بدا بعد الموضوع بقى ابتديت استمر، يعني انا كنت بعمل ما كانش ليا شغف زي دلوقتي. طيب ممكن اسالك ايه كان تصورك وقتها؟ يعني انت كنت متخيله ايه بقى ان انت طلعتي ترند وفايلرتي وكده؟ ايه بقى كان عملت رد ايه؟ فعلك؟ ما عملتش حاجه خالص عادي، مفيش اي حاجه؟ شهرتي والناس كلها بتتكلم وفريده وكده. كانوا بيشتموني. مش عارفين اصلي. اصدقائك اللي حواليكي شافوا الموضوع ازاي؟ لا هم فرحوا، يعني اصحابي فرحوا لي قوي. بس غيرت رقمي. اوكي. انت بقى ده موقف بجد حقيقي يعني؟ ده في ولد عمل كده. انا دايما بقول لك دلوقتي لحد دلوقتي فريده، بس انت ما اسمكيش فريده، انت اسمك رميساء. كله بيقول لي فريده. فالفريده دي صاحبتك مثلا، وده حد صاحبها عمل لا كده، ولا انت ام فريده؟ اوكي. يعني هو الموضوع جه صدفه وعمل كده، هو رزق. ايوه. طيب انت ممثله بقى في الاصل؟ ممثله مسرح؟ كنت من فتره كبيره قوي. من فتره كبيره. وناويه على ايه دلوقتي بعد ما بقيتي من اشهر الناس اللي طالعه ترندات؟ ايوه. هم بقى يشوفوني بقى في تمثيل، يدوني بالقلم وانا هطلع. مش يعني ايه يدوكي بالقلم؟ يعني اي مشهد. يعني اي حاجه اي حاجه. ناويه تعملي شبه الكزبره كده اهو؟ ايوه بالظبط. عايز يتضرب بالقلم وعايز ربنا كرمه. مش بحسد. انت اخويا مش بحسد. اوكي. اتعرفتي شويه على البلوجر اللي موجودين وكده. مين اكتر الناس اللي انت شايفاهم لطاف بالنسبه لك؟ نورهان يوسف، سامر سمير، علي رجب. اقول تاني هقعد اسمي. حطي اصحابك كتير، قولي القريبين يعني. لا هم دول القريبين مني بس كده، هم دول بس. وماما عشان ما تزعليش، عشان عارفاك هتتقمصي. بلوجر برضو؟ لا ماما هتبقى بلوجر. مشروع صغير. بس يعني هم دول يعني اللي انا قريبه منهم قوي الفتره دي. طيب قولي لنا ايه الهدف بتاع خطتك المستقبليه مثلا؟ بتفكري في ايه لقدام؟ ما هو بفكر في التمثيل، وازاي بقى انا اعمل في فيديو. يعني انا بقيت بعمل دلوقتي، بقيت مدخله حوار السكريبتات، بقيت انا اللي اكتب السكريبت. افلام قصيره زي لا مش افلام قصيره. بعمل حاجه مثلا بس بتضحك. بس مثلا احنا سواقين مثلا في الشارع بيعملوا ايه؟ في مثلا لو الناس بتركب مشاريع اللي هم منطقه عشوائيه اللي هم زينا كده، بيبقى بيواجههم كده كذا حاجه، بتلاقيهم كذا مره كل يوم بيتعاد مع كذا حد معين. فبحكي موقف اوريدي بيحصل بيورد على كله، بس بعمله كله عدى كوميدي. اوكي. يعني انت بس شاد وينج بتبقى موجوده في الناس، بتشوفي بيعملوا ايه، فبتاخدي المواقف بتاعتهم بتقدميها على الانترنت. بالظبط. شايفه ده كافي لموهبتك؟ لا. اوكي. شايفه نفسك مين في الجيل اللي موجود او الجيل اللي فات حابه تكوني على نفس النمط، خصوصا ان انت محجبه وفي التمثيل صعب جدا الحجاب للاسف. ما انا المشكله مش لاقي حد محجب. لا في محجبات كتير، ولكن الادوار المخرجين دايما مش يعني عايزين الشخص يس، وممكن يطلعوكي طول الفيلم او الحاجه محجبه جدا، ولكن لازم الشخص يكون مش كده عشان قاعده في البيت بتعمل كذا. طب حلو، ياخدوني في اعلان بقى معجون سنان. اوكي. يعني انت برضه حلوه. انت قرارك برضه ان انت عايزه تكملي تمثيل، ولكن برضه بحجابك. ايوه. يعني الشهره ما غيرتش اي حاجه في رميساء؟ لا. اوكي. مش هيجي عليكي وقت مثلا تبقى عايزه تقلعي الحجاب عشان تمثلي وخلاص زي ما قلتي اي حد بالقلم وكده؟ لا مش الدرجه دي برضه. مين المخرجين اللي تعرفيهم اللي انت شايفه لو قابلتي حد فيهم غير فادي نور طبعا ان انت عايزه تعملي معاه كده؟
مش عارفه اسامي، بس انا بحب مستر محمد سامي. ايوه يس، هو محمد مفيش حد مش بيحبه بصراحه. محمد سامي الناس كلها بتحبك، مفيش كل الناس فعلا بتحبك، كل الناس كلها نفسها تشتغل معاك، وانت فعلا مخرج بتقدم صوره حلوه. طيب قولي لنا مين مثلا من الممثلين نفسك تمثلي معاهم، سواء شباب او بنات؟ هقول لك اكتر حد نفسك تمثلي معاه؟ اصبر افتكر. اصبر. انا كنت مجهزه اقسم بالله. راحوا كلهم. فين راح الكلام محمد ده؟ سعد. لا انا بحب الناس اللي بتضحك، يعني علي ربيع، محمد هنيدي. محمد هنيدي انا هنعمل دويتو موت. اسمع مني. عايزه تطلعي بنته مثلا ولا تطلعي حبيبته؟ ان شاء الله لو طلقته. اي حاجه. طيب من البنات مثلا؟ من البنات ممثلات؟ ياسمين صبري. ياسمين صبري برضه اسكندرانيه. بنت بلدي. طب لو حبيت اقول لك ممكن تعملي لنا مشهد دلوقتي، ولا هيكون طلب غلس مني؟ لا مش غلس، بس يعني اعملي لي مشهد انت بتكلمي خطيبك وقفشتيه ان هو بيخونك، فوريني بتعملي معاه ايه. تليفونك جنبك كده، ورينا بتعملي ايه. خلي التليفون الناحيه الثانيه عشان يبقى وشك باين في الكاميرا. اقفلي الكاميرا. قفشت ان هو بيخوني مثلا. الو، انت فين يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن فين؟ اصل انا شفتك اخويا مع شيماء شعبطه اللي انت لازق لي فيها الايام دي. والله العظيم ما مشيت معاها ولا اي حاجه، انت بتكذبي. دي مصننه يا بنتي. انت ظلماني. ظلمك ايه؟ انا شفت بعيني محدش قال لي. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ لا ما تكلمنيش باحترام كده، اكيد مش بتكلم كده، مش هتكلم واحد. لا احنا على الهوا. هجيب لك حسام. مش هكلم واحد دكتور. يعني انا مش بكلم دكتور. هو شيماء مين يا ستي؟ ما سيبتش. اوكي، هل اتعرض عليكي حاجه في رمضان 2025؟ اتعرض بس كان من غير حجاب. من غير حجاب، ودي برضو مشكله. اعلان ولا مشهد؟ مشهد بس لو جالك اعلان برضو مش تقلقي الحجاب عادي؟ لا لو ممكن تربون قشطه، لكن غير كده لا بصراحه. عاجبني التمسك بالمبادئ بصراحه، قليل قوي الفتره دي. هو انا مش لابساها صح، بس يعني اي حاجه كده. طب عندك مواهب تانية غير التمثيل؟ لا يعني مش بتغني، مش بتعملي دانسينج بجد؟ والله. طب ممكن نسمع صوت وحش قوي. ممكن تطلعي ترند بصوتك الوحش. وحش قوي. مع ان انا حاسس ان انت صوتك زي شيرين عبد الوهاب. لا انا حاسس عندك بحه كده. شيرين ايه بس؟ احنا اسفين طبعا. اوكي. لا مش شبه خالص، ولا الصوت حتى. مفيش ده خالص. انت مش واخد بالك من ان هي في شبه كده؟ في الصوت لا، مش مستحيل صراحه بالنسبه لي. انت عندك كام سنه؟ 19. 16؟ 19 ايه؟ لا شكلها اكبر من 16. طبعا انت ممثله جميله جدا، وربنا رزقك بقبول وحاجه جميله من ساعه ما دخلتي الاستوديو عندنا هنا وانت بتضحكي وبتهزري، فدي حاجه كويسه جدا. ولكن انصحك لو عايزه التمثيل فعلا، فامسكي بيه في ايدك واسنانك، وفعلا خليكي على قرارك بحجابك، لان لو الموهبه موجوده يعني فيكي جامده جدا واي مخرج لمسها، ففعلا هيشتغل عليكي زي ما انت. شاور لي عليه. انا اروح له. طيب في كتير جدا، في كتير. عايز اسالك سؤال جد شويه، يعني انت مثلا اكيد بتقابلي انتقادات كتير وانت ماشيه في الشارع مع اصحابك مثلا في العربيه او كده. أيوة. بتتعاملي معاهم ازاي؟ بضحك واهزر معاهم. لا يعني الناس بتنتقد وبتشتم. بس اغلب كلمه بتجيلي، لا اغلب كلمه ايه فينيسيوس، اقول له ايوه انا الفنان. حد يقول ده عادي، متقبله النقد. طب ده جميل جدا. لا عادي جدا. والناس في اسكندريه عارفه وشك على الموضوع دوت، ولا لما بيعرفوا ان انت اللي عامله فريده؟ انا اللي عارفيني في القاهره اكتر من اللي عارفيني في اسكندريه. يس يعني انا في القاهره معروفه اكتر، يعني في اسكندريه برضو معروفه، بس في القاهره اللي هو لما بنزل في حته بيبقى فيه زحمه. طب سمعنا بقى ان البلوجر دول فعلا بيبقى فيه مدير اعمال ليهم شبه مامة خالد ومامة عمر والكلام دول؟ لا ده هي ماسكه كل حاجه بنفسها. انت عامله كل حاجه بنفسك؟ ما بحبش يعني مثلا لو في مثلا مشكله ولا حاجه في الاكونت بكلم حد، لكن ان انا بقى اخلي حد يمسك لي شغلي وكده لا. اوكي. طب مش حابه تعملي حاجه مع مامة خالد او ام خالد بمعنى اصح؟ دي عسل، دي قلبي دي. خالد يعني دي قلبي. ناويه تعملي حاجه مع الناس بإذن ديت؟ الله. طب وجهي لها رساله من خلال برنامجنا. اديله ايدج يا ام خالد. اديله ايدج يا ام خالد. اديله جمال. اوكي، احنا مبسوطين جدا بيكي ان انت كنت معانا وشرفتينا ونورتينا، وانا اكتر. وان شاء الله لينا حلقات تانية مع بعضينا، وان شاء الله تنضمي كمان لفريق استوديو القصر وتكوني معانا. مبسوط جدا بيكي يا رب. انا اكتر. احمد انا مبسوط جدا بيكي بجد، وان شاء الله اشوفك في حاجه كبيره في رمضان اللي جاي ده. ربنا يخليك. تسلم. سعيده جدا ونورتينا. وصلنا لنهايه حلقتنا في برنامج استوديو القصر. انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده مع ترند جديد وفقرات جميله في برنامج استوديو القصر. كان معكم فادي نور واحمد حسن.